السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. مروحية إيرانية ظهرت على ارتفاع منخفض جدا وبدأت تطوف حوالين إحدى المدمرات الأمريكية. اللاسلكي مباشرة اشتغل، دي مياه إيرانية، غيروا المسار بشكل فوري. الأمريكان تجاهلوا الطلب الإيراني، لكن المروحية فضلت تقرب، كانت طايرة بشكل استفزازي فوق سطح البحر، وكأنها بتقول خطوة كمان وهتسمعوا صوت أول رصاصة. المشهد كله كان يعتبر رسالة. إيران بتقول للكل مرحلة الصمت انتهت، وترامب لا غرد لا هدد ولا حتى اتكلم، صمت لأنه عارف إن أي غلطة هتعمل اشتعال للنار في الخليج العربي بالكامل. في لحظة من اللحظات اللي العالم كله كان بيتفرج، اتسرب تقرير من موقع روسي إخباري خطير جدا. التقرير ده كشف إن إيران عملت تجربة سرية لصاروخ باليستي جديد اسمه خرم شهر 5. ده طبعا مش صاروخ عادي، لا ده صاروخ بيغير قواعد اللعبة كلها، مش في الخليج فقط لكن في العالم كله. كل حاجة بدأت من حرب مدتها 12 يوم. أمريكا بالتحالف مع الكيان ضربوا منشآت نووية إيرانية في عدة مناطق، استخدموا قنابل GBU 57، أقوى قنبلة تقليدية في الترسانة الأمريكية. القنبلة دي مصممة علشان تدمر أي شيء تحت الأرض حرفيا، بس إيران ما سكتتش. اللي حصل بعدها كان صدمة للأمريكان وللكيان. إيران ردت بسرعة بصواريخ باليستية ورجعت سفن حربية أمريكية لحالة استنفار. وفجأة واشنطن اللي كانت متخيلة إنها بتتحكم في كل حاجة، اتفاجئت إن طهران هي اللي بتفرض الإيقاع على التحالف الغربي. في حاجة خطيرة أيضا، من كام شهر كده تقارير استخباراتية غربية اتسربت بتتكلم إن في تعاون عسكري متسارع جدا بين إيران، روسيا، كوريا الشمالية. يعني التلاتة اللي الغرب بيعتبرهم محور الشر ابتدوا يشتغلوا مع بعض كفريق واحد. إزاي؟ روسيا بتدي إيران تقنيات صاروخية كانت ممنوعة من أيام الاتحاد السوفيتي. كوريا الشمالية بتساعد في برامج الدفاع الصاروخي والتصغير النووي. أما إيران عندها ميليشيات في اليمن، سوريا، العراق، لبنان، يعني أدوات تنفيذ منتشرة على الأرض. المخيف والمرعب إن في إشارات إن صاروخ خرم شهر 5 نفسه اتطور بأجزاء تصميم من صواريخ كوريا الشمالية، اللي هي طبعا تعتبر عابلة للقارات. يعني إيران حاليا مش بس بتشتغل بمفردها، ده في عقول وتقنيات من دول تانية بتدعمها، وده اللي بيخلي الغرب متوتر جدا. في تقارير خرجت من معهد الدراسات الاستراتيجي في لندن بيقول بالنص كده: لو حصل اندماج تقني فعلي بين برامج كوريا الشمالية وإيران، فاحنا بنتكلم عن قفزة في قدرات الردع الشرق الأوسطية، هتغير الموازين لعقود قادمة. ده معناه ان اي مواجهة قادمة مش هتكون مع ايران فقط، لكن مع شبكة تحالفات عسكرية غير تقليدية تماما، بتشتغل بهدوء وبتحضر لحاجة كبيرة. اللي بيحصل حاليا مش مجرد سباق صواريخ، اللي بيحصل هو حرب عقول وتحالفات ظل وتكنولوجيا خارجة عن السيطرة الغربية تماما. وهنا تحديدا نتكلم باستفاضة عن مفاجأة ضخمة جدا. باستفاضة نيجي للحديث اللي قلب كل الطاولات، تجربة الصاروخ خرم شهر. الصاروخ ده مداه أكتر من 10,000 كيلومتر، يعني يقدر يوصل واشنطن نفسها. الراس الحربي بتاعه وزنه 2 طن، يعني مش مجرد تهديد رمزي، ده تهديد حقيقي. ببساطة باريس، لندن، برلين وحتى واشنطن بقوا في مرمى نيران إيران. الغرب كله اتخض، مش بس علشان المدى لكن علشان المعنى. إيران ما بقتش بتدافع عن نفسها، إيران بقت قادرة إنها تضرب العمق الأمريكي والعمق الأوروبي. غرب القارة الأوروبية كله أصبح تحت التهديد الإيراني. الرد الإيراني ما كانش غضب ولا هتافات، الرد كان صاروخ بقدرات توازي أقوى قنبلة أمريكية غير نووية، بس في شكل صاروخ عابر للقارات. يعني اللي استخدمته أمريكا ضد إيران، إيران بقى عندها زيه. وده معناه ببساطة توازن ردع حقيقي. لو حبينا نبص للموضوع كأننا في ماتش مباراة شطرنج، فحجر الملك الأمريكي كان GBU 57، القنبلة اللي بتكسر الأرض. لكن إيران فجأة طلعت سلاح موازي،
مش بنفس الشكل لكن بنفس النتيجة، قدرة تدميرية توصل للعمق الأمريكي. وده اللي خلى كل جنرال في البنتاجون يسأل نفسه، هل خطة الضربة الوقائية لسه بتنفع ولا أصبحت مغامرة انتحارية للجماعة الأمريكان؟ الغرب قلب الدنيا وقال لك يعني إن الصواريخ الإيرانية ممكن توصل لأي عاصمة أوروبية في دقائق، لكن الحقيقة إن إيران عمرها ما هاجمت دولة أوروبية، كل ضرباتها كانت ردا على اعتداءات مش هجوم بتبدأ هي بيه وتبادر بيه. لكن الكلام ده مش للمنطق، الكلام ده للرأي العام. الهدف انهم يخلقوا مناخ خوف يسمح بفرض عقوبات او حتى تحضير شعوب اوروبا لتصعيد اكبر. بس من ناحية ايران الحملة دي كلها اسمها حرب نفسية، لان الغرب عارف كويس جدا ان ايران مش ناوية تضرب، لكنها عاوزة تفاوض من موقف قوة. سواء في الجو أو البحر، المشهد بقى واضح جدا. إيران بترسم خطوط اشتباك جديدة، أي اقتراب من الأجواء الإيرانية هيساوي رد فوري، أي تسلل المياه الإقليمية هيساوي تحرش عسكري مباشر. المروحية والمدمرة كانت مثال حي. خرم شهر 5 كان إمضاء بأن إيران تحت المعادلة الجديدة أو في قلبها. أوروبا النهاردة هي اللي بترتعش الأسباب هي علشان أمريكا رغم كل حاجة عندها وقت رد أطول، لكن أوروبا لو حصل تصعيد الصواريخ هتوصلها في أول دقايق. ده غير أن أوروبا أكتر اعتمادا على نفط الخليج، يعني لو الخليج ولع الاقتصاد الأوروبي هينهار فورا. علشان كده أوروبا عندها اختيارين: رقم 1 تدخل كوسيط لوقف التصعيد، رقم 2 تسيب ترامب يجرها لصراع هي أول حد هيدفع ثمنه، وتكرار للتجربة الروسية الأوكرانية اللي أمريكا جرتها ليها وفي النهاية خلعت منها، وأصبحت القارة الأوروبية هي اللي بتصرف عليها. ترامب ما بيفكرش كسياسي تقليدي، هو بيفكر كرجل أعمال، بمعنى العصا والجزرة، بيهدد بالعقوبات والتصعيد وبيبعت إشارات إنه جاهز لصفقة لو الشروط في صالحه يعمل الصفقة. بس إيران بتقول مش هنقعد على الطاولة لوحدنا، لازم الكيان كمان يتحاسب. وده السؤال اللي بيخوف ترامب، هل يفتح ملف الصواريخ بتاعة الكيان ولا يسيبه خط أحمر حتى على نفسه هو؟ اللي بيحصل مش مجرد تجارب صواريخ أو تحرشات بحرية، ده إعادة رسم لخريطة القوى في الشرق الأوسط. إيران بقت قوة إقليمية عندها أدوات ضغط دولي، بقت بتوصل رسائلها لواشنطن وبرلين وباريس في نفس الوقت. ترامب عارف ان الصفقة الجديدة مش هينفع تكون زي صفقات زمان، لازم تشمل النووي، تشمل الصواريخ البالستية، تشمل المعايير المزدوجة حوالين الكيان. النهاية لسه مش مكتوبة، لسه محدش عارف هل إيران فعلا عايزة صفقة حاليا ولا شايفة إن قوتها العسكرية تسمح لها إنها تستنى أكتر. هل ترامب مستعد يضغط على الكيان ولا هيفضل يغض البصر علشان التحالفات القديمة؟ المنطقة دلوقتي واقفة على مفترق الطرق، يا إما صفقة تاريخية تعيد التوازن، يا إما حرب شاملة أخطر بكتير من أي حرب حصلت في السابق. مكملين معاكم، لسه معانا أخبار نارية وخطيرة جدا، لكن قبل ما نكمل شير الفيديو في كل مواقع التواصل، دعم الفيديو باللايك والاشتراك. الموساد من داخل دولة الهند تقرير خطير جدا بيفضح اختراق للكيان، اختراق كبير جدا وفاضح للغاية للبيانات الحساسة في إيران والدول الخليجية، وعلى رأسها قطر والسعودية والإمارات. صحيفة إيرانية فجرت مفاجأة لأول مرة من نوعها، تقرير خطير جدا يكشف من خلاله عن اختراق للكيان كبير جدا للبرمجيات الحكومية في داخل إيران، استهدف السجل المدني في الأراضي الإيرانية وبيانات للجوازات السفر وأنظمة المطارات والمعدات العسكرية. التقرير كان تحت عنوان كيف دخل برنامج الاختراق إلى البلاد. بتقول الصحيفة أنه على مدى 20 عام ماضية هيمن الهنود على صناعة البرمجيات بشكل كبير جدا، ونتيجة لده ازداد انجذاب دول الخليج وإيران بطبيعة الحال للبرمجيات والمبرمجين الهنود. أكدت الصحيفة أن العديد من البرامج اللي نشأت في الهند استخدمت في المكاتب الحكومية في داخل إيران، استخدمت لنقل معلومات حساسة للكيان. بحسب الصحيفة كشف عن النتائج دي بعد تحقيق مطول، تحقيق أمني طبعا
أعقب عملية اختراق متطورة للموساد لخوادم معلومات في الأراضي الإيرانية. قال التقرير إن التحقيق بالتعاون مع مستشارين من الصين وروسيا كشفوا عن نتائج تعتبر خطيرة جدا ومثيرة للقلق بشكل بالغ بشأن انتشار واسع النطاق للبرامج الأجنبية اللي مصدرها الهند، اللي استطاعت أنها تخترق معلومات حساسة جدا في داخل الدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات، وبطبيعة الحال للداخل الإيراني. وكان ده أحد الأسباب اللي استطاع من خلالها الموساد أنه يعمل عمليات اغتيال لبعض العلماء في داخل الأراضي الإيرانية وبعض القادة العسكريين. وأصبحت الدول الخليجية كتاب مقروء للكيان بفضل تدخل الموساد في الأراضي الهندية، واستطاع أنه يصل للمعلومات الحساسة دي. في مشكلة كبيرة جدا بتحصل، يعني الصواريخ الإيرانية بدأت تهدد الكلاشيهات الطائفية قبل ما تهدد البيانات. لما بيقع مبنى الصاروخ الإيراني، بيوقع أحد المباني الحساسة في داخل الكيان، بدأ يعمل شيء غريب جدا، بدأ يقرب النظام الإيراني من الدول الخليجية وبدأ يجنب الكيان تماما. الصورة اللي اتزرعت في عقول الناس بقالها سنين، إيران حاليا بتساوي العدو الطائفي، الخليج بيساوي الضحية السنية، الكيان يعتبر هو الحليف الوحيد. لكن المشهد اتقلب في الأسابيع الأخيرة. الصواريخ الإيرانية ضربت أهداف عسكرية دقيقة جدا، وما لمستش منشأة مدنية، وما استهدفتش مصالح نفطية في الدول الخليجية، ما قفلتش مضيق هرمز، ما ورطتش المنطقة. إيران كانت بتضرب بعقل جدا. في النهاية بعتت رسالة إن أنا مش عدو للدول الخليجية، أنا برد على اللي بيقصفني داخل أراضية. وده خلى الخليج خصوصا الشعوب تبدأ تسأل، هو احنا كنا بنحارب ليه إيران؟ ليه بالظبط؟ علشان طائفية ولا علشان مصالح غيرنا؟ اللي حصل إن الصاروخ الإيراني مهدش بس القواعد العسكرية، ده هد معاها أدوات الحرب النفسية اللي كانت بتتكلم للناس، يعني إنك تخاف من إيران، خليك في حضن أمريكا وابدأ قرب من الكيان أكتر، وابدأ اعمل المعاهدات الإبراهيمية مع الكيان. لكن الناس شافت الحقيقة بعينها، الضرب جاي من فوق فقط، من غير دمار شامل ومن غير تهديد وجودي للجيران. بينما إيران كانت بتختار أهدافها بدقة، الكيان كان بيختار أهداف بشكل عشوائي، مستشفيات، قنابل على رؤوس السكان، حتى حصل الكلام دوت في القطاع المحتل. السؤال هنا ايه الفرق بين اللي بيضربك وبيحميك في نفس اللحظة، وازاي الصاروخ ممكن يبقى بداية سلام مش نهاية حرب؟ وده اللي هنبدأ نفهمه فيما هو قادم. في لحظات ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتفكر فكر الخليج هيفضل في جبهة الكيان فقط. يعني كان المراد من الكيان ومن الأمريكان إن محصلة ما حدث بين الكيان وإيران أن يقترب الخليج أكتر لحضن الكيان، وتبدأ المملكة العربية السعودية تعمل اتفاق إبراهيمي مع الكيان ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو. لكن اللي حصل عكس ده تماما. حصلت المفاجأة الأخطر، بدأ الخليج يقترب أكتر من إيران. حابين تشاركونا في التعليق أسفل الفيديو أيهما أقرب للدول الخليجية أنه يعقدوا معاه اتفاقيات سلام واتفاقيات اقتصادية؟ هل الكيان فعلا كما كان يظن الكيان والأمريكان، ولا ممكن فعلا الدولة الشيعية اللي هي إيران؟ من أقرب للمملكة العربية السعودية وباقي الدول الخليجية؟ هل الكيان؟ هل إيران؟ اكتب الاسم في التعليق أسفل الفيديو فقط وانت بتكمل معانا التفاصيل. يعني انت متخيل ان المشهد الكيان ينضرب ويتدمر وبعدها رسالة تطلع من فوق الطاولة، مش للغرب ولا لأمريكا لكن لدولة الإمارات، إن ساعدونا في إعادة بناء اللي إيران هدمته داخل الأراضي المحتلة نفسها، داخل الكيان؟
اللي حصل طلب رسمي اتبعت للإمارات مش من باب المجاملة، لكن كان الخليج لازم يدفع الفاتورة بدل الكيان. هنا السؤال الصادم: ليه بنعيد بناء منشآت انضربت في وقت فيه 2 مليون من اخواتنا في الأرض المحتلة في القطاع المحتل بيستنوا رغيف عيش؟ وليه النهاردة اللي حارم أهلنا من الأكل بيطالبنا حاليا بالمليارات عشان نصلح له المنشآت اللي إيران ضربتها له؟ هو احنا بقينا بنك إعادة إعمار ولا في حاجة أعمق من كده؟ المشهد ده فضح الكيل بمكيالين. الكيان بيقصف وبيجوع وبيكسر كل قواعد القانون الدولي، وبعدين بيطلب من الخليج يبني له اللي اتكسر. يعني ببساطة تضرب إيران احنا وراك، تضربوا من إيران برضو احنا اللي بندفع. اللي فجر الغضب، وده اللي فجر الغضب الحقيقي في العواصم الخليجية، مش بس على مستوى الشعوب لكن حتى على مستوى القرار السياسي. احنا دايما الطرف اللي بيدفع، ما حدش بيدفع لينا حاجة. وهنا بدأ التفكير الجاد: هل التحالفات دي عادلة ولا احنا مجرد أدوات في معارك مش معاركنا؟ وده مدخل مهم جدا لما قادم، ما هو قادم في الشهور والسنوات القادمة. لأن فيها ظهرت أرقام غيرت كل الحسابات. 90% من الصواريخ الإيرانية كانت دقيقة جدا بشكل مفزع، وده مش تهديد، ده معناه إن إيران عندها ورقة ضغط بتفرض بها احترام جديد في الخليج. رقم واحد بس يعني كفيل يقلب الطاولة. 90% من الصواريخ الإيرانية اللي انضربت على أهداف تابعة للكيان أو قواعد أمريكية كانت دقيقة في الإصابة بحسب آخر تقارير استخباراتية غربية، وبنسبة 90%. يعني كل 10 صواريخ 9 بيوصلوا لهدفهم بالملي. وده مش مجرد دقة عسكرية، دي رسالة واضحة جدا للعالم وللخليج كمان إن مش مجنون. بس لو يعني أنا مش مجنون، بس لو انضربت هتحرك. أنا مش بلعب بالصواريخ دي. الصواريخ دي أهدافها عارفاها وبتوصل لها بكل دقة، وبتسبب لك صداع داخلي، مش صداع فقط، ده ممكن تؤدي لوفاتك بسبب اللي انت بتعمله فيا. لذلك ما هو قادم يعتبر أخطر مما هو قد مضى.